كشف عبد الغفار مغاوري المستشار القانوني لاتحاد أصحاب المعاشات عن قيام هيئة الخبراء بوزارة العدل بتغيير الخبير الذي يباشر نظر الدعوة الخاصة بأصحاب المعاشات. السلام عليكم أصحاب المعاشات، وخبر جديد من المحامي عبد الغفار مغاوري محامي أصحاب المعاشات. كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عاجل جدا، تم سحب دعوى العلاوات الخاصة من الخميرة والتي كانت ستباشرها والتي كان محدد لها اليوم وإعطائها لخبير آخر، وجاري تحديد موعد آخر مع الخبير الجديد. وكان المستشار القانوني لأصحاب المعاشات قد ذكر في توضيح سابق لما حدث في جلسة الخبراء في دعوى اتحاد المعاشات لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، حيث أن الحكم التمهيدي بإحالة الدعوى للخبراء لبيان عدد أصحاب المعاشات المستحقين والمستفيدين من تنفيذ الحكم، وكذلك المبالغ اللازمة للتسوية والمبالغ اللازمة للفروق عن 5 سنوات، وحيث أن التأمينات لديها كافة بيانات المؤمن عليهم، وأيضا قيمة المبالغ عن العلاوات الخاصة والتي لم تضم للأجر الأساسي. وطلب دفاع التأمينات أجل لإحضار تقرير فني مبين فيه المطلوب مع حضور مسؤول حسابي من الهيئة للمناقشة، ولذلك تم التأجيل إلى 6 فبراير إن شاء الله. ونوضح أيضا هذا أمر طبيعي في مثل هذه الأمور. ويقول مغاوري: إننا إن شاء الله نتابع ولن نترك أي هفوة حتى يحصل كل صاحب حق على حقه في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا.